السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. الزمالك وقصة المدرب الجديد فوق برازوفيتش الصربي لغز الزمالك وفوق برازوفيتش. فوق برازوفيتش لحد دلوقتي ما اتاش القاهره لقياده نادي الزمالك في الموسم الجديد. بيراميدز عمل فتره اعداد وراح يعمل معسكر في تركيا، الاهلي عمل فتره اعداد ويلعب النصر وديا اليوم وهيروح يعمل معسكر في اسبانيا. الا الزمالك لحد دلوقتي ما عملش اي اعدادات ولا حاجه في اي حاجه خالص. الزمالك ما عملش. الزمالك بيحل الازمه الماليه الطاحنه اللي عنده، بيحل الازمه عشان يحصل على الرخصه الافريقيه. نضاي مهدد الزمالك بشكل غريب، نضاي ما رضيش يستندل على مستحقاته. الرخصه الافريقيه والشرط لازم عشان الزمالك يحصل على الرخصه الافريقيه، الشرط الوحيد عشان الزمالك يحصل على الرخصه الافريقيه ان يسووا مستحقات نضاي في اسرع وقت. قبل يومين، فاضل يومين عشان الزمالك يحصل على الرخصه الافريقيه. اخر ايام الرخصه الافريقيه يوم 25 يوليو بالتحديد عشان الزمالك يحصل على الرخصه الافريقيه. طب الكلام ومش الكلام على فوق برازوفيتش الصربي وهيجي مش هيجي يدرب الزمالك، مش هيدرب الزمالك خوفا من الخوف اللي عنده الوحيد من فوق برازوفيتش هو ان ما ياتيش القاهره، ان الزمالك انهى كل شيء معه. عاوز فوق برازوفيتش عنده تخوف. يا الزمالك بعد اول دفعه ليه كمدرب للزمالك في الموسم الجديد يبعت له اول دفعه ويمضي العقد وياتي فوق برازوفيتش القاهره. طب اذا الزمالك ما عملش كده وما بعتلوش اول دفعه ليه؟ الزمالك رسميا خلاص بنسبه كبيره فتح خط المفاوضات مع مواطنه درجان ستوفوكوفيتش مدرب صربي قاد منتخب صربيا منتخب صربيا صعدها كاس عالم 2022 وصعدها اليورو 2024. مدرب كويس جدا برضه وهو مواطن فوق برازوفيتش، هو درجان ستوفوكوفيتش. اسمان المدربين دول على طاوله الزمالك على عروض الزمالك. طب قناه الزمالك اعلنت ان المدرب الصربي فوق برازوفيتش مدرب لنادي الزمالك رسميا خلاص. فوق برازوفيتش يقترب من قياده الزمالك، بس الزمالك عنده تخوف من حته ان فوق برازوفيتش ما يجيش، والزمالك خلاص اعلن رحيل معتمد جمال وكرم معتمد جمال. طب هل الزمالك يوم ما نفعش فوق برازوفيتش يجي ستوفوكوفيتش مدرب صربيا المحترم المدرب الكويس جدا جدا يعني. طب الاهلي وطلب عموته طالب 3 صفقات تاني في الاهلي بعد الرباع 4 صفقات. عموته طلب 3 صفقات تاني بعد منصف بكرار وسفيان بن جديده وعلي محمود وقطيع عبد الله. عموته يطلب 3 صفقات تاني. عموته يطلب خط دفاع، وعموته يطلب ظهير ايمن بدل هاني واحمد عيد اللي اداؤه كارثي. احمد عيد ما نفعش مع الاهلي، وطلب خط وسط. طيب هل الاهلي اضطر او فاوض نجم نادي الزمالك السابق لاعب النجم السعودي اللي هبط درجه ثانيه في السعوديه؟ هل الزمالك فاوض نبيل عماد دونجا اللي راح مع منتخب مصر في كاس العالم؟ هل الاهلي فاوضه؟ لا يوجد. الاهلي طلع وصرح لا يوجد اي مفاوضات مع الاهلي مع نبيل عماد دونجا. الاهلي لا يوجد، ما فتحش خط المفاوضات مع نبيل عماد دونجا ولا مع وكيله ولا حتى مفاوضات شفهيه. الاهلي رافض التعاقد مع اي نجم سابق زملكاوي بعد اداء زيزو المحدود جدا المتواضع جدا، بعد اداء امام عاشور اللي كان الموسم اللي عدى اداؤه بعد الشيء مش كويس. اما تالق مع منتخب مصر وانفجر مع منتخب مصر، وحسام عموده يجمعهم كلهم ويدربهم تدريب عالمي لاستعداد الموسم الجديد. والاهلي بالمناسبه عنده مباراه مع النصر اليوم، والمباراه مش هتتذاع تكتم شديد على المباراه لان خطه عموده تبتدي من اليوم. جمهور الاهلي مشتاق للاهلي اي نعم، بس من المباراه الجايه ان شاء الله يتذاع الماتش بتاع الاهلي الودي امام لافيينا يوم 30 يوليو. الاهلي يطالب بالمساواه، الاهلي يطالب بالمساواه في اتحاد الكوره الرخصه المحليه عشان الاهلي يحصل على الرخصه الافريقيه. ايه ده؟ طب الزمالك مش هيحصل على الرخصه الافريقيه عشان عنده قضايا وازمات وكده. طب الاهلي ماله؟ الاهلي ما عندوش اي حاجه. الاهلي يطالب بالمساواه بسبب الزمالك. طب الزمالك عنده ازمات ما حصلش على الرخصه. اتحاد الكوره خلاص قرر بشكل كبير جدا ان يعطوا الاهلي والفرق المصريه كلها الرخصه الافريقيه، ويبحث اوراق الزمالك لاعطاء الرخصه المحليه قبل ان يتجه الى اعطاء الرخصه الافريقيه. باتريس ميتوسيب اللي عاوز يطور كره القدم الافريقيه اللي ما شايفش فيها اي تطوير. باتريس ميتوسيب الكارثي بمعنى الكلمه ان اجتمع في الكأف غدا لزياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا. كله يحسب ان دوري ابطال افريقيا هيزيد رغم ان باتريس ميتوسيب رفض زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا. سمعني تاني، رفض مقاعد دوري ابطال افريقيا. لا يوجد اي رفض لهذا القرار.
القرار في ايدي المكتب التنفيذي وبيناقش هذا القرار، وممكن يعلن بشكل كبير جدا ان زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا. طب بيراميدز تساند الاهلي في دوري ابطال افريقيا، هو الاهلي داخل اساسا دوري ابطال افريقيا عشان بيراميدز تسانده. بيراميدز تدعم موقف الاهلي في المشاركه في دوري ابطال افريقيا، بيراميدز يدعم موقف الاهلي، بيراميدز عاوز الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا عشان يبقى افريقيا ضرب نار، بيراميدز واهلي وكمان زمالك. حيرة الزمالك، حيرة الزمالك في نجومه. الزمالك عاوز يحل الازمه الماليه ونجومه جاي لهم مفاوضات من احد الدول الخارجيه، خد عندك مثل بزيرة اتاله عرض اول امبارح بالكتير من يومين يعني من نادي اماراتي او من نادي خليجي بالتحديد، وبزيرة الزمالك رفض العرض. طب والزمالك عنده ازمه، ما يبيع لاعب عشان يحل الازمه. الزمالك رفض العرض بسبب مين؟ زيزو. واحد يقول زيزو ده ماشي اديله سنه من من 3 سنين زيزو جاله عرض من شباب الاهلي، شباب السعودي اسف، بقيمه 5 مليون دولار، والزمالك رفض ثم راح اللاعب مجانا. الزمالك عنده خوف رحيل اي لاعب مجانا، فالزمالك عنده ازمه ماليه بس مش هيفرط في اي نجم من الزمالك لحد دلوقتي ما يشتركش ولا صفقه واحد، لا كل الفرق اشترت صفقات الا الزمالك بسبب الازمه الماليه الطاحنه، والزمالك هيخش دوري ابطال افريقيا دون اي تدعيمات. طلبات جون ادوارد، احنا قلنا الحلقه اللي عدت طلبات جون ادوارد، ان جون ادوارد بسم الله ما شاء الله كده طلب من الزمالك ان الزمالك يحصل على مستحقاته، والزمالك بالفعل بيخلي اللعيبه كلها تحصل على مستحقاتها. اللعيبه كلها خلاص بتحصل على مستحقاتها. محمد عبد المنعم عموته يطلب 3 صفقات في الاهلي. تاني طلب زي ما قلنا ظهير ايمن وخط وسط ودفاع. طب موقف عم منعم، عوده عم منعم للاهلي، عم منعم هيعود للاهلي، عم منعم ادى رغبته للعوده للاهلي، بس الفريق نيس الفرنسي رفض هذا العرض من الاهلي الذي قدم اليهم. عاوز نيس راتب عالي، والاهلي بينزل رواتب اللعيبه وسقف اللعيبه، وممكن صفقه تعطل لحد الان. عم منعم مش في الاهلي، الايام القادمه هتبين ونشوف قبل انتهاء صفقات الصيف بالنسبه للاهلي. الاهلي اتعاقد مع 4 صفقات منصف بكرار وسفيان بن جديده وعلي محمود وقطاي عبد الله من ام بي. خلاص احنا قلنا طب والاهلي عاوز دفاع، عموته رفض المدافعين المحليين، عرض عليه احمد طارق لاعب زد، عرض عليه عمر فايد، لكن عموته رفض اي لاعب ياتي من الدوري المصري بسبب مين؟ بسبب مصطفى القش واحمد عيد واللاعيبه كلهم نجوم من الدوري المصري ما ادوش الاداء المميز مع الاهلي. احمد عيد وكمان ياسين مرعي واللاعيبه كلهم دول هاتوا الدوري وكمان حارس المرمى اللي كان متالق جدا مع حرس الحدود سيحه ما اداش الاداء المطلوب منه في الاهلي ما اداش الاداء المطلوب منه. طب الاهلي وتشكيله ناريه في الموسم المقبل، الموسم الجديد بضرب نار للاهلي. ليه؟ الاهلي عنده زحمه شديده جدا في المراكز، عنده في المركز بدل اللاعب 2 و3، عنده في المركز بدل اللاعب 2 و3، مثل بيراميدز في الموسم اللي قبل اللي عدى كانت عنده تشكيله مزحومه جدا باللعيبه. مثل الاهلي عنده مين؟ عنده في حارس المرمى 4 حراس، عنده مصطفى شوبير النجم المتالق الصاعد الواحد، عنده الشناوي وعنده كمان سيحه وعنده حمزه علاء، عنده في خط الدفاع ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، احمد عيد مع عبد المنعم يويه، وعنده كتير جدا، عنده كمان يوسف بالعم وكريم فؤاد، عنده في خط الوسط مروان عطيه، وعنده كمان في خط الوسط امام عاشور واحمد رضا اللي بالمناسبه يقترب من العوده للاهلي من البنك. طب نبيل عماد دونجا النجم المصري، احنا زي ما ذكرنا نبيل عماد دونجا مش هيجي الاهلي يرفض المفاوضات مع نجم الزمالك السابق نبيل عماد دونجا. الاهلي والزمالك
مش حكايه الاهلي والزمالك العلاقه مش جيده مع بعضهم بسبب الرخصه الافريقيه. الاهلي كان معطل على الزمالك الرخصه الافريقيه، ما يحصلش على الرخصه الافريقيه لان الزمالك خلاص ما مسددش المستحقات، والاهلي دلوقتي الاثنين انفصلوا عن بعض، واللي يحصل على الرخصه الافريقيه يحصل واللي ما يحصلش ما يحصلش. بس نضاي مهدد الزمالك بشكل كبير. يا عم نضاي جدول مستحقاتك واخلص، الزمالك عاوز يشارك في دوري الابطال افريقيا بعد غياب 3 مواسم، خلاص يا نضاي حل الازمه عن ودي. يا عم خد دفعه وثم دفعه تاني، طلع الزمالك خلاص من بلمون الله يرحمه خالص. الزمالك عنده 5 قضايا، منهم 2 واحده اتحلت بيجي 4، منهم واحده هيحلها جون ادوارد لاعب الزمالك اخوان بزيره فريقه السابق الكسندريا الاوكراني، خلاص تقترب من الحل الازمه دي. الازمه الوحيده اللي ما رضيش تحل معقده جدا معقده جدا مربوطه ربطه شديده هي ازمه فريق نضاي ايه لاعب السنغالي اللي جه الزمالك وما اداش اي اداء يعني مع الزمالك مع المدرب البرتغالي جومين. طب ومجلس الزمالك قاعد حاطط ايده في الميه البارده، مجلس الزمالك قاعد حاطط ايده في الميه البارده. يا عم اتحرك، فاضل يومين للرصه الافريقيه، ممكن الزمالك ما يشاركش في دوري ابطال افريقيا، تبقى كارثه. جمهور الزمالك كتر الف خيرهم، جمهور الزمالك كتر الف خيرهم، رايحين معتمد جمال، احنا عارفين كلنا رايحين معتمد جمال. بس والله انا اقطع عند الحته دي. معتمد جمال اذا قعد في الزمالك لكن ادى اداء ممتاز وكان انفجر مع الزمالك، وممكن كان حصل على دوري ابطال افريقيا. اقولها تاني، ممكن كان حصل على دوري ابطال افريقيا، لان معتمد جمال بيدي روح قتاليه للزمالك. معتمد جمال مدرب كبير جدا، اما الزمالك بيجيب مدربين اجانب ويوقفوا له القيد. الزمالك بيجيب مدربين اجانب وبيوقفوا له القيد. والسلام عليكم ورحمه الله.